كيفكم يا حلوين؟ خميسكم قسيس. المهم أنا طبعا الفيديو ده مخصوص لناس مدني، ناس مدني الحنان. بجد طلعتوا ما ناس مدني الحنان نهائيا، انتوا طلعتوا قاسين تمام، وبتستغلوا الناس في أسوأ ظروفهم. الموضوع المهم اللي أنا حبيت يعني حابة أتكلم عنه، أنا على فكرة أنا عشت في مدني، وبالأخص في حي الزمالك. ناس ماما مشوا مدني كويس يعني، والأوضاع بقت يعني ضغط شديد، يعني حتى الناس اللي ماشيين لأهلهم كده حتكون ما ظريفة. قالوا يشوفوا لهم شقة. أوكي يا جماعة، تقعوا الإيجارات بكم؟ حتى لو أنت مليونير تمام، أنت حتفلس في الجزيرة مدني. ليه؟ لأنه إيجاراتنا يا جماعة الشهر 1,500,000، 1,300,000، 2 مليار تمام. وناس يقول لك لا نحن ناخد مقدم أو السعر حيزيد. كنت دافع مثلا 2 مليار، بقول له لا لو عايز قاعد الشهر الثاني تدفع. دي الناس مدني. المهم أثناء ما بيفتشوا في الشقق وكده وبيسألوا، فوصفوا لهم شقق اسمها شقق شعبان. أوكي، دي الشقة الوحيدة تمام الأسعار ثابتة، كان قبل الحرب وبعد الحرب، ما استغلوا الناس. غايتوا ناس شقق الشعبان بجد ليكم تحية. مولدات بتاعت كهرباء عندهم، موتورات بتاعت سحب موية عندهم، واي فاي. دي عبد الرحمن اللي بيتكلم عنها، قال دي المميزات اللي عندهم. للأسف لقوها مليانة، ما لقوا فيها شقق. والشقق اللي بتكلم لكم عنها ما مفروشة، اللي هم خاتين مليار ومليار و700 والكلام ده. مليار على شنو؟ انت شقة فاضية تمام والشعبية ما نظيفة. اوكي يعني ما فيها مولد كهرباء، ما فيها انترنت، ما فيها موية. مستأجرين بتاعنا كنت ما موفر لهم سبر الراحة. وريني بيدوك 2 مليار على حس شنو؟ على فكرة حتى البيوت دي كان فيها حمامات، على فكرة معلش هو لللفظ، لكن فيها حمامات برضو، حمامات فيها مقاعد مدورة، فيها صراصير. نفس الأسعار على فكرة. قالوا الناس قاعدين في المدارس، يدفعوا حق إيجار من وين؟ قاعدين في المدارس، عملوا معسكرات في المدارس قاعدين، لأنه ما عندهم قروش إيجار. الحرب حتنتهي وبتجوا الخرطوم. أي زول عنده في الخرطوم تمام شقق، لو سمحتوا بالأخص ولاية ناس مدني، أجروا لهم من 3 مليار ولفوق. بتجوا الخرطوم.